السوداني الجنسية. الجريمة صارت يوم الاثنين ومن وقتها تبعاتها ما توقفت. الجريمة تم توثيقها في فيديو بيظهر فيه رجل بيعتدي على رجل آخر، والفيديو ولا بأي شكل من الأشكال يعني ممكن نعرضه فعليا قاسي وبشع جدا. وفي المهاجم بيوجه عدة طعنات للضحية وبيحاول يذبحه كذا، يفصل راسه عن جسده. وفي الخلفية بينسمع صراخ الناس اللي بتتفرج واللي بيصوروا، واللي في النهاية يعني بيقوم يتدخل كم واحد منهم ويبعدوا المهاجم عن الضحية ويمسكوه إلين توصل الشرطة. بعد القبض على المهاجم، الشرطة كشفت عن هويته واللي كانت سبب في اشتعال شوارع بلفست. The victim was taken to hospital with significant injuries to his eyes and serious slash wound injuries to his back and face. الشرطة زي ما شفتوا كشفت أنه سلاح الجريمة سكين مطبخ، وأنه تم نقل الضحية للمستشفى وبيتعالج من إصابات وجروح خطيرة في وجهه ورقبته وظهره وراسه. وكشفت أنه المهاجم 30 سوداني الجنسية.